أوقات بيحصل في حياتنا حاجات كتيرة بتوجع قوي، بنفقد شخص كنا بنحبه بجد أو بنخسر حلم كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي، وساعتها بنكون مؤمنين اللي حصل ده بإيد ربنا، بس جوانا حاجة لسه مش قادرة تهدى. بنقول أنا راضي، بس في الحقيقة لسه مش متقبلين. الرضا شعور إيماني ساكن في قلوبنا من جوانا، بس إنك تقبل اللي حصل لك رحلة بيمشيها معاك العقل عشان يلحق القلب، رحلة فيها حيرة ودموع وذكريات ووجع كبير قوي، بس كمان هي فيها نضج وهدوء بيكبر جوانا خطوة بخطوة. إنك تقبل الوضع اللي انت فيه دلوقتي ده مش بيجي فجأة، ده بيبدأ لما تسمح لنفسك إنها تحس الوجع وتجيبه خالص من الأعماق، لما تبطل تقاوم الوجع ده وتعيشه بكل تفاصيله، لما بنسمع الألم اللي جوانا بدل ما نهرب منه. ساعتها بنبدأ نستوعب اللي حصل، نهدى ونفهم ان الحياة مش دايما لازم تبقى مفهومة، بس دايما فيها معنى حتى لو وسط الآلام. التقبل مش انك تبطل تتوجع، التقبل الحقيقي هو انك تتصالح مع وجعك ده وتتعلم تعيشه، بس تعيش جنبه وانت بسلام، لحد ما في يوم الوجع ده هيتحول لمكان هادي جواك، مكان مليان تسليم وثقة بربنا، ان ربنا دايما بيكتب الخير حتى لما نكون مش شايفين الخير ده دلوقتي، بس برضه انت هتفهمه بعدين.